مش معقول يعني يكون السوق مليان عنب وما نعملش الوصفه القمر دي ونخزنها كمان سنه كامله. اللهم بارك. هنعمل كيلو كده كامل من الزبيب. اللهم بارك. شويه زبيب اقسم بالله سكر. عايزه احلى لايك بقى للفيديو ده. الطريقه الصح المظبوطه. معايا كده كيلو من العنب. انا ما لقيتش اصفر خالص، ده الموجود عندي. لقيت اللي هو الغامق قوي، اللي هو الاحمر ده غامق قوي، ده بتطلع حبته غامقه قوي. طبعا في انواع من الزبيب زي ما انتم عارفين، غامق وفاتح ووسط. انا الموجود في السوق جبت منه، جبت كيلو، وجبت ده نص كيلو اللي هو الاصفر ده نص، لان كان فيه كتير قوي بايظ من الاصفر. طبعا هنا لازم الحبايه تكون ناشفه، القطف كده يكون ناشف. اي واحده طريه بايظه لازم اشيلها. تمام. لازم القطف كده معايا تكون حبته ناشفه ومتماسكه. اي حبايه مفتوحه او طريه شيليها. الميه كده على النار خلاص سخنت معايا. انا عايزاها تسخن كده قوي على النار، بس ما تقلبش، لا تسخن بس. هسقط كده العنب بالراحه كده، اسقطه، وهحط معلقه صغيره من الكربوناتو اللي هو كربونات الصوديوم. بس كده زي الفل بالراحه. انا مش عايزه اقلب فيه ولا اجي ناحيته، دوبك بس بخليه كله كده يتلامس من الميه. بصوا بقى قد ايه يا اسماء على النار. اول ما تسقطي كده 3 دقايق بالظبط. خلي بالك اول ما سقطت اهو هعد كده على الساعه 3 دقايق بالظبط، وبعد كده اطفي النار وانشله كده في قلب مصفى كده وافرشه يبرد شويه اهو بالشكل ده. اوعي تسيبيه اكتر من كده، 3 دقايق بالظبط علشان ما يتهرش منك. انا عايزه الحبايه برضو تكون ماسكه نفسها كده وناشفه. بعد كده سيبته كده هدي كده بسيط، وبعد كده ايه فرطته بقى بالراحه كده، وفرطه على فوطه بحيث يشرب اي ميه ويبقى ناشف معايا. في ناس بيحطوا له كده مع الميه معلقتين زيت عشان يدوله لمعه، دي يعني اختياري، يا يا لا. انا بصراحه ما حطيتش. خلصت كده فرشته على صينيه وتحت منها فوطه كده قطن، وبعد كده برضو بايه برق منديل كده بحيث يبقاش فيه ميه خالص وناشف. طيب انا هاخده دلوقتي في قلب البلكونه، هسيبه بالظبط يعني 5 ايام. اخد معايا 5 ايام يتشمس في الشمس. اهم حاجه تبقي مفرشاه بالشكل ده. تسيبيه كده في الشمس في عز بقى الظهريه، وتدخليه قرب المغرب. ولما تدخليه تحطيه كده في غرفه او في ايا كان مكان يعني، وتشغلي المروحه طول الليل عليه. تصبحي الصبح الظهريه كده تحطيه في الشمس، والمغرب كده او قبل المغرب تدخليه بقى وتشغلي عليه المروحه. ليه يا اسماء ممكن نسيبه خلاص؟ لا ممكن ندى تنزل عليه بالليل في الفجريه. فالامن والصح علشان انا مش عايزه نقطه ميه تكون حواليه، انا بنشفه. فبالليل بحطه في المروحه بالشكل ده، واقوم الصبح مثلا اروح جايه حاطه في البلكونه وخلاص يشمس. بالظبط اخد معايا يا بنات 5 ايام بالظبط. طبعا على حسب حجم العنبيه معاكي او الشمس كمان. في ناس ممكن تاخد 3 ايام 4 ايام 5 ايام وممكن 6 كمان، مفيش مشكله. اهم حاجه حبايه العنب تكون ناشفه معايا وزي الفل. ولو لقيتي كذا حبايه نشفت قوي حاولي تلميهم عشان ما تعضمش منك. بصوا بقى ده الحبايه اللي هو القطف اللي هو كان ما شاء الله كبير، اللي هو في قلبه عنب غامق قوي. بصوا بقى عايزه اقول لكم النوع الزبيب الغامق الصغير ده بيبقى غالي على فكره، لانه بيبقى معسل قوي. بصوا بقى كده الحبايه اللهم بارك. بصوا كده ما شاء الله ناشفه ومعسله وجميله. وده بقى الحب الكبير الملون اللي كان واخد نص اصفر على نص احمر. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لك هتعملي كده شويه زبيب السنه دي رمضان، سعره في السوق 30 جنيه، هاتي لك كيلو ونص مثلا زي كده. اللهم بارك. عملوا لي كميه حلوه قوي، يعني صفصف على مثلا كيلو او كيلو الا 100 جرام مثلا. بس شويه زبيب كده سكره، وبحفظهم عادي في اكياس تلاجة واشقله عادي في الفريزر، بيطلع معايا زي السكر كاني لسه شارياه حالا. اعملي حاجتك بايدك، يكتفي بس ان انت غسلاها كذا غسله ونضيفه وزي الفل. شايفين بقى اللهم بارك. اسمعوا بقى الصوت كده ناشف وجميل، حاجه كده الله اكبر. اول ما الميه تسخن يا بنات تسخن قوي، اسقط العنب بالراحه ويكون القطف ناشف، واحط معلقه صغيره كربوناتو وبالظبط 3 دقايق وانشله واسيبه يبرد خالص. ونكمل بنفس الطريقه. ولو في اي سؤال اكتبوا لي بس في التعليقات، وباذن الله هرد عليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.